السلام عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض أكلة من أحلى وأسهل الأكلات اللي ممكن تجربيها. مش بتاخد وقت خالص في التحضير، يعني 5 دقايق بالظبط وهتكوني مجهزاها على دخول الفرن. الأكلة دي بتبقى مناسبة جدا في العزومات، وبالنسبة للستات اللي بتشتغل بتبقى سهلة جدا، ممكن تعمل لها تحضير مسبق وتكون مجهزاها على دخول الفرن. هنعمل مع بعض النهاردة الكباب التركي، وهقول لكم على كل الأسرار اللي هتخليه يطلع معاكم بالشكل الجميل اللي انتم شايفينه ده. يلا بينا نسمي الله ونشوف مقاديرنا ايه. أول حاجة معايا 1/4 كيلو من اللحمة المفرومة. أهم حاجة اللحمة المفرومة بتاعتنا تكون فيها نسبة من الدهون. بعد كده هضيف لها بصلتين كبار مبشورين ناعم، ومعايا فلفل كوبي أحمر مفروم ناعم، ومعايا ليا ضاني لو مش متوفرة عندك ممكن تستغني عنها، ومعايا 2 طماطم مبشورة ناعم، ومعايا حزمة من البقدونس. البهارات اللي هستخدمها عبارة عن ملح وفلفل اسود وكبيبة صيني. الكبيبة الصيني بتدي طعم حلو جدا للحوم، ورشة من جوز الطيب. هبدأ اقلب كل المكونات مع بعض كويس جدا لحد ما يندمجوا ويختلطوا مع بعض. بعد كده هضيف معلقة كبيرة من الكاتشب. لو مش متوفر عندك كاتشب ممكن تستبدليه بمعلقة كبيرة من صلصة الطماطم اللي هي الصلصة المعلبة. هنا الكفتة بتاعتنا بقت جاهزة معانا. بعد كده هجيب بصلاية كبيرة مقطعاها شرايح رفيعة، وهحط لها رشة من الملح ورشة من الفلفل الاسود، وهبدأ ادعكها كويس جدا كده زي ما انتم شايفين. الخطوة دي مهمة جدا عشان البصلاية تنزل كل السوائل اللي فيها. بعد كده هنجيب الصينية بتاعتنا ونبدأ نرص فيها شرايح من البطاطس. طبعا البطاطس لازم السمك بتاعها ما يكونش سميك قوي لما نيجي نقطعها عشان تستوي بسرعة. وهنحط فوقيها البصل اللي احنا دعكناه بالملح والفلفل الاسود. بعد كده هنجيب خليط الكفتة بتاعتنا وهنبدأ نرصها فوق طبقة البطاطس كده. هنحطها طبقة واحدة فوق طبقة البطاطس. أكلة سهلة جدا ومش بتاخد أي وقت في تحضيرها، يعني في ثواني هتكوني محضراها. ممكن في المرحلة دي تكوني جهزتيها ومدخلاها التلاجة، ووقت ما تحتاجيها تطلعيها وتدخليها الفرن. هنا بقت صينية الكباب التركي جاهزة كده معانا زي ما انتم شايفين، وهنبدأ نعمل أشكال كده زي ما انتم هتشوفوا معايا. هنقسمها كده لمثلثات. هو مجرد شكل للتزيين مش أكتر، يعني ممكن تستغني عن المرحلة دي. بعد كده هنجيب شرايح من الطماطم وشرايح من الفلفل وهنبدأ نحطهم ونرصهم فوق الصينية بتاعتنا. أهم حاجة نكون مسخنين الفرن قبلها ب10 دقايق على درجة حرارة 220. هنغطي الصينية بتاعتنا بورقة فايل لمدة نص ساعة بالظبط. بعد نص ساعة هنشيل الورق الفايل وهنسيبها 5 دقايق أو 10 دقايق لحد ما تاخد لون ذهبي حلو، وممكن نفتح عليها الشواية عشان تاخد اللون اللي انتوا شايفينه. انا قدمت جنبها رز معمر بيبقى حلو جدا جنب الاكلة دي. ممكن تقدميها جنب عيش وسلطة بتبقى حلوة جدا. اتمنى اللي لسه ما جربش الكباب التركي يجربه. مش قادرة اقول لكم طعمه حلو قد ايه.